يومك يبدأ من لحظة استيقاظك، فلا تدعه يبدأ بالصدفة. استيقظ بنية طيبة، بابتسامة، بقرار أن تصنع منه شيئا جميلا. صباحك قرارك. كنت جدا مهملة، ولكن مع مرور الأيام بدأ يومي يترتب منذ البداية. عند الاستيقاظ، بعد أذكار الاستيقاظ، أبتسم وأقرر يومي كيف أريده أن يكون. وصحيح لا يكون 100%، ولكن في أشياء تحصل كما أريد بسبب النية الطيبة. أذهب للعمل بنية طيبة وصافية مع ابتسامة، والجميع يستغرب من أين لك هذه الطاقة والنشاط كل صباح. وعند سؤالهم يكون الجواب القرار. عندما وجدت أن النية الطيبة الصادقة الخالصة تؤثر على حياتي ونفسيتي، اخترت وقررت أن أعيش بنية صادقة في علاقاتي في جميع قراراتي، لأنني التمست فيها الراحة والرضا. منذ تلك اللحظة وأنا نيتي صادقة. وكنت ويانا في حلقة من حلقات بودكاست قصة وشاي. لكن تذكروا أن النية الطيبة مش كل شيء راح يمشي على ما نريد نحن. تعني أنك تختار الخير حتى لو ما كان أسهل طريق، يعني تسوي اللي تقدر عليه بقلب نظيف وضمير مرتاح. ولا تنسون تشربون كوب الشاي قبل ما يبرد.